بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخواتي حبايبي، صباح الفل عليكم. متشكرة جدا على تعليقاتكم الحلوة دي. دايما يا رب سند وظهر بعد ربنا سبحانه وتعالى ليا. لكل أخت جالت لي تعليق حلو كده خلتني قمت يا مروة، ربنا يشفيك. التعليقات الحلوة كتبتوها لي خلتني قمت كده، خلتني قمت في نشاط في حيوية. عايزة، لا ده أنا عايزة كل يوم ننزل فيديو. ربنا يخليكم لي يا رب ويسعد روحكم ويسعد أيامكم يا رب. يلا بقى نخش على روتين النهارده. اللي حط لي اللايك بتاعك اللي زيك ده اثبت وجودك معايا، الكومنت الحلو كمان اللي زيك ده اثبت وجودك معايا. ايه المنظر ده؟ ايه ده؟ معقولة ده؟ لا بس استنوا كده هتشوفوا دلوقتي هيبقى عامل ازاي. بصوا، ده كان المطبخ عندي. هو اساسا ما بيبقاش كده خالص، انتوا عارفين، بس يعني عشان روتين عايزه نحفزك، عايزه نديك طاقه ايجابيه كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا بس تعالي بس نعمل مع بعضنا كده المطبخ. يلا بينا. بص زي ما انتوا شايفين، هو ده كله عشان بيبقى روتين يومي. طبعا هنديكي طاقه ايجابيه باذن الله كده، تاخدي حاجه بسيطه حتى تستفادي يا رب بيها من الفيديو ده. على فكره خلوا بالكم الحاجات دي كلها طاقه سلبيه، اساسك الطاقه سلبيه فعلا. الكراكيب والمواعين والحاجات ديت، اي حاجه فيها كراكيب اعرف ان طاقه سلبيه في بيتك على طول. تلاقي كده يعني حسيت نفسك مخنوقة، تحس نفسك زهقانة. لكن لما بتكون العين شايفة الحاجة الحلوة أكيد بتبقى حلوة، وتلاقي نفسك مبسوطة، تلاقي نفسك في ارتياح نفسي. حتى ما بتشغلي القرآن تحس ان يبقى البيت نظيف، يبقى البيت مرتب، يبقى البيت حلو. كل ده هو انا كنت سايباه عشان اصور معاكم روتين. يعني كنت ممكن عملته كده من غير تصوير، بس قلت عشان ايه، طبعا غبت في فيديوهات معاكم لان كنت تعبانه والله. فالحمد لله رب العالمين. دخلت بقى خدت المواعين كده. اول حاجه بدات بيها عشان المطبخ بنضيف معايا، بدات بالمواعين. الكوبايات كده، بصوا بريل الليمون ده روعه، يعني جايلكوا عليه قبل كده في فيديوهات. خدت الكوبايات الاول وبعد كده بناخد الاطباق. يعني كل ده المطبخ ما طلعش منه لما نخليه زي الفل ونسيجه وننضفه ونعمل اكل لعيالي. فكده خلاص نبقى بقى ايه، مش داخل المطبخ تاني الا لما كنت بقى هنعمل كوبايه شاي، هنعمل مثلا كوبايه حلبه، يعني حاجه كده. فانت اول ما تصبحي عشان تخلي يومك، اول ما تصبحي الصبح تخلي يومك منظم ان شاء الله رب العالمين، وتخلي يومك في وقت ليكي تعملي اللي انت عايزاه. خشي على المواعين على طول، خشي المطبخ طالما مسويه المطبخ ومنظفاه ومرتباه. المطبخ اساس البيت كله. فمواعين نظيفة محطوطة في رشاجة، حاجتك منظمة، هتلاقي الدنيا مرتبة معاكي، وهتلاقي بيتك ما شاء الله اللهم بارك يا رب هيبقى شمعة منورة كده. بصي انت ممكن تنظمي حياتك ازاي او تنظمي يومك ازاي عشان اليوم بيعدي بسرعة ما اسرع الايام. سبحان الله. اعملي النهارده اوضه، النهارده هنعمل مطبخ تنظيف عميق، النهارده مثلا هنعمل الصاله عندي هرتبها هنضفها. وكل ما تيجي تسيجي الركن بتاع الصاله، ركن اوضه، حطي فيه مثلا حبه ملح صغيرين عشان ده بيفضل المكان حلو. وبعدين الملح ده بياخد الطاقه السلبيه فعلا. يعني حتى قريتها على النت كتير خالص وسمعت عنها في فيديوهات، فعلا يقولك الملح ده للطاقه السلبيه. طالما هتخلي يومك منظم وعايزه يومك يبقى منظم، يبقى انت جسمي اليوم لكذا حاجه، او جسمي مثلا كل يوم النهارده هنعمل اوضه، بكره هنعمل صاله، بعده هنعمل، يعني انت بطريقتك انت بقى في بيت. بس اول حاجه واخر حاجه لازم تكون نفسيا مرتاحه، نفسيا مرتاحه تعمل اللي انت عايزاه كله. فربنا يسعدكم في بيوتكم ويهنيكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. مسكت بقى المطبخ عندي زي ما انتم شايفين، وغسلت البوتاجاز، غسلت المواعين. هنيجي بقى دلوقتي برضو هنعمل بيتزا، هنساج المطبخ. يعني ان شاء الله كده فيديو باذن الله يعجبكم، ويكون في حتى بحاجه نون وحاجه بسيطه كده. بصي، صلحان الحال، صلحان البيوت، صلحانك انت نفسك جواكي، نفسيا مرتاحه، حقوق مع ربنا، وبعد كده تعاملي. في الايام اللي احنا فيها ديت حاولوا على قد ما تقدري ما تضغطيش نفسك من الحياه. حد هيديكي طاقه سلبيه، يعني حاولي ما تشيليش فوق حملك. انت شايله حمل بيتك، وشايله حمل اولادك، وشايله حمل مدارس والكلام ده كله، كلنا كده. فما تخليش حد يجي يديكي فوق طاقتك عشان ما تحسيش ان الدنيا خلاص، انا زهقت، انا كذا انا كذا انا كذا. اليوم ما بيعديش مصاريف البيت. ارمي حمولك على ربنا، ارمي حمولك على ربنا.
فما تشينيش نفسك فوق طاقتها. عديها، اكتب ورقة وقلم النهاردة ان كان مصاريف البيت مزهجاك، الدنيا غلط، ايوه الدنيا غلط، بس انت عارفة ما حدش بيبات جيعان. اللي سبحان الله النملة ربنا خلق رزقها، يبقى البني ادم سبحان الله. فما تشيش نفسك فوق طاقتها وقول يا رب والله لو بعيشهم ملحاتك ليها ومرتاحة نفسيا قول الحمد لله. خليكي دايما كده في بيتك مرضية راضية جوزك، راضية عيالك. خليكي دايما كده طيبة، ما تخليكيش نفسك تشيل فوق طاقتها عشان انت ما تزهجيش، عشان ما تحسش ان انت مضغوطة وبصي كل ده بيضغط النفسية، وكل ده بيخلي الانسان بيبقى زهجان وما بتبقيش طايقة حاجة. لا، خليكي دايما متواضعة، خليكي دايما انسانة طيبة من جواك، خليكي دايما تبقى حنية الدنيا فيك، على جوزك، على عيالك، على اهلك، على كل حد تعرفيه. وربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش عبده والله يقول يا رب. وربنا يسعدنا جميعا يا رب، اللهم امين. كده بقى كنت بنعمل ايه؟ كنت بنعمل خيار، جايبه خيار زي ما انتم شايفين كده، لقيته حلو يعني. طب هو انا ينفع نسيبه؟ قلت لا يا بنت اعملي حبه مخلل حلوين كده. مسكت الخيار كده غسلته، هو كيلو ونص ب10. تمام. هنقطعه بقى عندي ايه، بس هناخد حته كده والله كان طعمه عسل. عارفين انتوا طول ما انا واقفه عمال نستنى حته كده حته كده. هنحطه بقى، هنقطعه شرايح كده، وهنجيب برطمان عندي نحط فيه حبة ملح، معلقة خل كده ومية، ونيجي حاطة في الخيار. نصبح تاني يوم الصبح اللي جه عايزة نقول لكم بيستوي بسرعة الخيار. يعني مثلا مع طعمية مع فول بيبقى حلو. فمروة يعني كمروة أعوذ بالله من كلمة، أنا ما بنحبش اللي هي المخللات دلوقتي جامد عشان بتتعب الكلى حقيقي، لأن كشفت كم مرة كده لا ما تاكليش مخللات، وبرضه ما بنحرمش ونروح ناكل تاني. قلت لا مش والله ما أنا مدخلاه البيت اللي عاملة خيار بس فعملت حبة خيار كده وانا واقفة اهو زي ما قلت لكم. حطيت ملح، حطيت مية، معلقة خل، بس كده هحطه على الحوض، نصبح تاني يوم ناكل منه. بس يا رب ما اعمليش حاجه، اصل انا ما بنحرمش من المخلل ده. بس كده وكان معايا فلفل كده، قلت يعني واحده تديها لون او تدي طعم، بس بجد بيبقى طعمه حلو. فالكل اخت كده عامله زي حالتي حاولي تقللي من المخلل، الناس اللي بتبقى بتشتكي من الموالح اصعب حاجه فعلا الموالح دي. بس كده نحطه بقى على الرخامه. عايزه نعمل ايه عايزه نعمل بيتزا بقى لعيالي. كل ما كنت بنجيب فراخ منشيل مثلا مناب حلو على جنب من الصدور. ساعة بقى ما نيجي نعمل البيتزا نلاقي لي كام حته حلوين، بس هنفضل كمون وهنفضل فلفل والحاجات دي الاول. كنت جبت الكمون ده طحنته عند خالتي يعني. كنت الاول بنجيب اللي هو الجاهز، بس بصراحه لقيته بيبقى حاسه مش نظيف كده، فجبت انا من نجيه اعوذ بالله من كلمه انا، ان كان بقى فلفل، ان كان كمون، ان كان كزبره، وبعد كده تطحنها في الكبه ونيجي حطها في العلب زي ما انتم شايفين كده. وكنت جايبه جبنه برضه هنفضيها لفطارنا ولا حاجه. كل ده ممكن مع فول، ممكن مع طعميه، يعني هو اللي بيبقى موجود الصبح. بطاطس مقليه، بتنجان مقلي، يعني الحاجه ديت بتبقى حلوه بالصبحيه كده. يعني ما ينفعش ان انت ممكن بيض، ممكن جبنه برضه، بس ما ينفعش بقى اللي هي اكل الصبحيه عندنا احنا في مصر كده. الاخوات اللي من الخليج يعني الطعميه طبق الفول ده معروف عندنا احنا الصبحيه في الفطار. بس فكنت حاطه الجبنه بقى نحطها في التلاجة وخلصت الحمد لله. بصوا المطبخ يعني ده كده خلاص، ده المطبخ بتاعي، التاني ما كانش بتاعي بس ده المطبخ بتاعي. بس مسكته بقى نضفته اهوت. يعني كل ده ما خدش معايا حاجه، وخلاص غسلت هنا وغسلت هنا والدنيا بقت نظيفه الحمد لله. وكل ده على فكره ما خدش معايا اي حاجه خالص، يعني ساعه زمن كنت مخلصه، حتى الاكل كنت مخلصه. ليه؟ المواعين، خدت المواعين الاول بدات بيه. وطبعا بره كنت منظفه الصاله متسيجه، يعني مثلا كل 3 ايام كده ناخدها برضو وش نظافه كده. وهنا سيجت المطبخ بدورة الميه وكده كنت خلاص بقى، والصاله بره نضيف بالترجه بقى خدت كله. بس فهنخش بقى هنولع الفرن. ساعه ما بنقول يا بيتزا بنولع الفرن على طول، بس بنولع اللي هو من تحت، يعني ما نخليش اللي هي الشوايه، لا بنولع اللي هو من تحت، العين التحتانيه. بس كده اول ما بقى نيجي نعمل البيتزا يكون هو ساخن من تحت عشان ما تلزقش الجار معايا. كنت عجنه العجينه خميره، يعني ما جبتهاش ما صورتهاش معاكم، بس العجينه كنت عجناها خميره. حبه معلقه ملح كبيره وكيس دقيق، مخلي منه حبه حلوين يعني. بس بصوا عايزه نقول لكم العجينه بتطلع روعه، ان شاء الله نعملها معاكم في فيديو تاني. بصوا العجينه عامله ازاي،
بصوا جمال العجينة حلوة وبتتفرد معايا بسرعة. ساعة ما تقولي يا بيتزا بصي العجينة، ساعة ما تقولي بيتزا تبقى مولعة الفرن قبلي. وكنت عاملة هنا عصير طماطم اللي هو ايه طماطم في الخلاط، وعملتها كده خدعت لها بمكعب دجاج زي تخديعة يعني بس كده. ونحط بقى ايه فراخ اهي، وفوقيها برضو الجبنة الموتزاريلا، فراخ زيتون فلفل اخضر طماطم جبنة موتزاريلا. بجد طعمها حلو. وبعدين انت يعني معلش 3 صواني يتعملوا على قد ايه، على كيس دقيق وخلي يعني كيلو الا ربع دقيق مثلا، تمام. فلو هتجيبيها من بره مش هتجيبي الكلام ده خالص، يعني هتخشي لها مثلا في 100 او في 70. فحاجتك في بيتك بتبقى نظافة، حاجة عاملاها لعيالك كده يعني. حاجة البيت لا يعلى عليها فعلا. فكل ما بنجيب فرخة بنجيب خليها كده منابع على جنب، وساعة ما نقول بيتزا بنلاقي عندي كام حتة حلوين كده. عملت 3 صواني او 3 بيتزات بس بجد طالعة تحفة. انا كده كنت حاطة ايه، ما كنتش مولعة الشواية، ده انا مولعاه من تحت زي ما ولعته معاكم كده. بص بقى بعد ما طلعت والجبنة سايحة وحلوة خالص. وده كان فيديو النهاردة، اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، اتمنى نكون اديتكم طاقة ايجابية حتى حاجة بسيطة. بالله عليكم ما تنسونوش في اللايك، الاشتراك لو انت لسه داخلة قناتي جديد، فعلي الكلمة الحمراء كلمة اشتراك، وتفعيل زر الجرس بالكل. وان شاء الله فيديوهات جديدة. نسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم.